يا أهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش أنا فاطمة، ودي كانت أفكار. حابين نبدأ تحدي قوي كده، تحدي ضد الكسل. ونبدأ معاه بقى بفطار خفيف كده، وطبعا طبعا لازم نوقع. يعني ازاي يعني منوقعش؟ فأنا من الناس اللي ما بكون عاوزة أنجز في اليوم، باكل حاجة خفيفة كده، لأني لو تقلت في الأكل بأنتخ وبنام. مش عارفة أنا اللي كده ولا في حد زيي. بس زي ما انتوا شايفين كده، هشرب بقى النسكافيه بتاعي وشوية قرقيش كده، ونبدأ نتشجع ونتنشط ونقوم نشوف اللي ورانا في البيت. أول حاجة أول ما تصحي كده لازم تحطي غسلة في الغسالة. يعني لو عندك هدوم مش نظيفة أو كده، قسميهم: ملاية لوحدها، الغسيل الملون لوحده، الأبيض لوحده، الفوط لوحدها. أنا من الناس اللي بتحب تحط المسحوق جوه الغسالة. مش عارفة برضه في حد زيي ولا لأ. آه، بس كده. فما تكوميش الغسيل كله في يوم واحد، ولا كل يوم كده حطي غسلة وانشريها. لو في يوم مغيم كده زي الأيام ديت، ممكن ما تحطيش، تخليها اليوم اللي بعده اللي هو فيه شمس أو كده. يعني انتوا عارفين الشتا بقى وسنين الشتا. فيلا بقى نقوم نتحدى مع بعض كده الكسل، ونغسل المخدة الفايبر. انا الصراحة اول مرة اغسلها، فقلت اجرب معاكم كده. كنت حاطة ايديا على قلبي كده، وكنت خايفة لحسن تبوظ. فقلت بقى زي ما انتوا شايفين كده، مليت البانيو مية، وحطيت اريال كتير ورغاوي بقى وايه. وقلت بقى نجيب الفرشة ونقعد نغسل نغسل نغسل. فصراحة طلعت تحفة ونضيفة وبيضة، وبقت زي الفل. يعني تجربة تستحق التجربة يعني. وهجربها تاني ان شاء الله، وهتبقى معتمدة يعني. فقومي بقى لو انت عندك مواعين، لو انت عندك اي حاجة في البيت، عندك ترويق، قومي نضفيها وقومي اعمليها، ويلا نتنشط مع بعض وناخد طاقة ايجابية سوا، عشان نبقى ستات بيوت شاطرة كده على طول. فالمخدة كده هتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بس اوعوا يا جماعة تحطوها في الغسالة الاوتوماتيك. لو هي مخدة صغيرة ممكن تتحط في الغسالة الاوتوماتيك. لكن لو هي كبيرة زي ديت، حقيقي بجد شربت مية كتير قوي. حسيت انها بقت 10 كيلو، ما كنتش قادرة اشيلها اصلا. يا اما انا فرفورة بقى مش عارفة. ف اهم حاجة ما تحطوهاش لا في غسالة اوتوماتيك ولا فوق اوتوماتيك. اعملوها بقى في طبق بلاستيك كبير، او لو انت عندك بانيو كده ضبطيها. كنت باشوف باوريكم، بصوا الحاجات اللي مش نضيفة، ودي الناحية دي نطفت وبقت زي الفل. فهنغسل بقى الناحية التانية ديت، والمية بقت الحمد لله سودة. فهنغسل بقى الناحية التانية ديت، وهتبقى زي الفل. وانا الصراحة فرحانة قوي ان هي نطفت، ويعني حسيت بإنجاز رهيب، واتبسطت قوي الصراحة. بس ف زي ما قلت لكم كده بقى، الشتا دوت بيحب ايه بقى؟ وبيحب الدفا كده، وبيحب ان احنا نقوم نتنشط ونعمل حاجات، مع اننا بنكون كسلانين والله. بس لما بتلاقي نفسك عملتي كذا حاجة وانجزتي كذا حاجة كده، بتلاقي حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة، بتلاقيكي بقى ايه، عملتي حاجات كتير وفرحتي كده. فانا بقى لقيت المية ديت فيها اريال كتير، طبعا قلت ايه حرام ارميها كده على الفاضي. فقلت اوفر واجيب الستاره بتاعه الاطفال، كنت راكناها مش عارفه ازاي، يعني كنت ناسياها، وكنت غايبه عني عشان ما بدخلهاش كتير. فقلت اغسلها بقى بالمره في الميه دي، وهتطلع برضو بيضه وزي الفل. المهم بقى ايه يا جماعه؟ يلا نقوم نعمل بقى ايه مع بعض. لو عندك ستارة اغسليها، لو عندك حاجة اعمليها، لو عندك غسيل. والنهاردة بقى هعمل معاكم كيكة جميلة في اخر الفيديو. استنوا ايه نشوفها سوا. واهم حاجة طبعا، ما ننساش ربنا، وما ننساش صلاتنا، والبيت ياخدنا، والولاد، والكربسة اللي بتاعت اليوم ديت. انا عارفة ان هو بيبقى صعب علينا وبيبقى ارهاق قوي. بس ايه نحاول ايه نذكر بعضنا كده بالصلاة، بالقرآن، بالاذكار. لازم ايه نبقى على اتصال طبعا بربنا. لان دوت بيشحننا كده طاقة إيجابية، وبيشحننا كده بيخلينا مرتاحين، وبيخلينا ريلاكس كده، وقادرين نكمل
الايه الحياة يعني. وطبعا بقى انا قلت بقى اخدكوا جولة واسيب الغسيل ونروح نجيب الكيكة سوا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا طمعت كالعادة ومش هجيب كيكة واحدة، انا قلت نعمل كيكة بالبرتقال، بس ايه قلت اجيب كمان كيكة اللي هي ماجيك تريك ديت، ولا ماجيك ايه مش عارفة. المهم يعني قلت اعمل الكيكتين، والكيكتين اصلا اتاكلوا، واما اجي اعملها معاكم هكون جعت برضو وعايزة اعمل كيكة تانية. قلت بالمرة بقى اشبر على غسالة الاطباق واجيب لها ايه المسحوق بتاعها وملح الهيمالايا، لو حد جربه يقول لي برضو ايه رأيه فيه في الكومنتات. انا جربته الصراحة حلو قوي للناس اللي هي عندها حصوات كلى. ويلا بقى نعمل الكيكة مع بعض. انا حطيت هنا نص كوباية سمنة، او لو عندك سمنة على زيت مش مشكلة، ونص كوباية لبن و3 بيضات زي ما مكتوب على العلبة. هي مش فيها حاجة يعني، مش هنخترع كتير، بس انا بحب قوي يعني ايه افنن كده. مع ان الكيكة بيبقى فيها الفانيليا بتاعتها، بس انا قلت احط لها فانيليا بما ان فيها بيض عشان انا بخاف من ريحة الزفارة وكده يعني. بس فزي ما انتوا شايفين كده عملنا الكيكة. وبما اننا بقى في الشتاء نقوم برضو ونتشجع ونتنشط ونقوم من تحت البطانية اللي احنا قاعدين تحتها دي، ونقوم نعمل بقى كيكة بسبوسة رز بلبن مهلبية، ان شاء الله كوبايتين سحلب كده، وتقعدي انتي وابو العيال قدام التلفزيون وتقعدوا تشربوهم سوا كده ايه تفرفشي على العيال وتروقي كده الدنيا. ولما تحسي بطاقة سلبية او تحسي انك متضايقة ادخلي خدي دش دافي كده. هتلاقيكي بقى بقيتي ريلاكس وهادية خالص، وكل حاجة السلبية راحت وكده يعني. فروقي على نفسك بقى وسرحي شعرك وحطي مكياج، خليكي دايما قولي لنفسك كلام حلو عشان انتي تستاهلي انك تسمعي كلام حلو. لو انتي ما بتقولوهيش لنفسك مين هيقوله يعني؟ ها. بس كده. ولازم اتفنن طبعا واحط تانك برتقان. هي مع ان الكيكه بالبرتقان بس لازم نتفزلك كده لازم. ف حطيت التانك بالبرتقال ده، بس الصراحة كيكة طلعت تحفة تحفة. يلا قوموا جربوا يا جماعة كده، وقوموا تنشطوا وقوموا اعملوها في بيتكم. البيت اللي هو كده ما بيبقاش فيه حاجات دوت، ما بيبقاش بالدافي، لما بيتشغلش فيه الفرن لازم تشغلي الفرن كده وتحسي بدفى الشتاء والحاجات الحلوة دي. وزي ما انتوا شايفين كده عملنا الكيكة وبقت تحفة، وهنحطها بقى في صينية مدهونة سمنة، وكمان رشة دقيق كده عشان انا نسيت ارش رشة دقيق وطلعت لازقة مني سيكة، بس اتاكلت اصلا كلها عشان كانت طعمها حلو وعشان جاهزة برضو يا جماعة يعني عادي. المرة الجاية بقى نبقى نعمل مع بعض الكيكة اللي مش جاهزة عادي، اللي هي في البيت عادية، وبيطلع برضو طعمها تحفة وقمر. وهنعمل بقى الستارة بتاعتنا وننشر غسيلنا. ده كان في الصيف عادي، اعتبروه في الشتاء عادي برضو جدا. وبس. يا رب يكون الروتين بتاع النهاردة خفيف عليكم وتقوموا تتشجعوا وتتنشطوا زي كده. وبحبكم كتير، وده شكل الكيكة النهائي هيجي دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم. سلام.